المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. وزيرة العدل تعقد سيمينارا في بارونتو حول أنشطة المحاكم الأهلية. اختتام مهرجان الجالية الإريترية في جدة وضواحيها بروح عالية. سنة الطريق يربط بين زعد كريستيان وعد أمن. يوم مأساوي في باكستان عقب وقوع هجومان داميان. رئيس وزراء إسبانيا يتفق مع رئيس كوبا على توثيق العلاقات. ورئيس الإنتربول يتعهد بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقدت وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم في 23 من نوفمبر الجاري في مدينة بارونتو سيمينارا هدف لتوضيح الأعمال الجارية لتعزيز الجهود المنتظمة من أجل تقوية نظام العدالة وأنشطة المحاكم الأهلية للشركاء. وفي التوضيح الذي قدمته وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم، قالت بأن المحاكم الأهلية التي تأسست لتأكيد الخدمات العدلية الفعالة الجارية عبر ممثلي الشعب والمنطلقة من الشعب والقائمة على الشعب قد ساهمت في حفظ القيم الاجتماعية، مشيرة إلى أن التقييم يشير إلى أن جهودا حسيسة بذلت لتحسين مهامها. وذكرت الوزيرة فوزية بأن كافة الجهود الجارية تعمل على المبادئ العدلية مثل الانفتاح والعقلانية والفعالية والدقة، آخذة في الاعتبار الحرية والمساءلة، كما قدمت توضيحا مفصلا فيما يتعلق بالبرامج الموضوعة لتقوية قدرات القضاة المنتخبين بالانطلاق من قيم وتقاليد المجتمع. وأشارت الوزيرة فوزية إلى بدء ظواهر سلبية في الوقت الحالي في أوساط المجتمع، وأن النوابة المعمول بها ظلت تعمل على تعقيد القضايا، موضحة بأن العمل الجاد جار لجعل النوابة من أجل حل القضايا التي تعتبر سمات الشعب الإريتري جزءا من نظام العدالة ومعالجة القصور. وقالت الوزيرة فوزية إن القانون لن يترك للمهنيين العدليين فقط، بل يجب على كافة أفراد المجتمع العمل فيه بمسؤولية، وشددت على أن يتسم القضاة العاملون في المحاكم الأهلية للتسلح بأخلاقيات المجتمع والشعور بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن كافة الملوثات وتقديم مصلحة المجتمع على مصالحهم الذاتية. في الختام قدم المشاركون أفكار وتوصيات بناءة فيما يخص تنظيم دورات تأهيلية لتعزيز قدرات القضاة وإعداد معايير واضحة يستفاد منها في عملية انتخاب القضاة ويستخدمها النواب في عملية الصلح، وتنظيم خبراء العدل ذو كفاءة عالية وتجارب ثرة خاصة في المدن، وتوضيح مستوى سلطة المحاكم الأهلية وتحسينها، وغيرها من التوصيات والأفكار. أفاد مراسل وزارة الإعلام عن اختتام مهرجان الجالية الإريترية في جدة وضواحيها بالمملكة العربية السعودية بروح وطنية عالية. وقد افتتح المهرجان في 21 من نوفمبر الجاري افتتحه معالي وزير الخارجية السيد عثمان صالح، والذي يتم تنظيمه هذا العام تحت شعار العمل بالرؤى. وقد اشتملت فعاليات المهرجان على سيمينار عقده وفد الحكومة الإريترية عالي المستوى، وبرامج ثقافية وفنية ومنافسات رياضية وعرض الأزياء ومعارض الابتكار والصور الفوتوغرافية المعدة من قبل طلاب المدرسة الإريترية العالمية بجدة وشباب الجبهة، إضافة إلى عروض الأعمال اليدوية والمأكولات الشعبية التي أعدتها عضوات المرأة في جدة. كما حفل المهرجان ببرامج ترفيهية وتعليمية رائعة. وفي السيمينار الذي عقده معالي وزير الشؤون الخارجية سيد عثمان صالح للمشاركين حول الأوضاع الراهنة على مستوى البلاد والمنطقة، أوضح فيه بأن هذا القرن المطل علينا قرن السلام والتعاون هو نتاج الصمود ووحدة الشعب والحكومة الإريترية، معبرا عن تهنئته بخصوص اختتام العدائيات والمؤامرات المهندسة لتشويه صورة إريتريا الحقيقية ورفع الحظر الجائر غير القانوني المفروض لتقويض القدرات الإريترية.
وذكر معالي الوزير عثمان بأن المرحلة المطلة علينا هي مرحلة إعمار وبناء الوطن، وأكد في الوقت ذاته بأنه لا شك في تحقيق إنجازات باهرة في حال نفذت عملية الإعمار بقوة موحدة ومنسقة. وأشار معاليه إلى سريان العمل بالتركيز على تعزيز العلاقة مع دول منطقة القرن الإفريقي وتأكيد الوحدة والتنسيق الإقليمي، بالإضافة إلى بناء تطور سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني آمن. تواصلت منافسات بطولة إفريقيا النسخة الأولى اليوم 24 بعد استراحة يوم أمس الجمعة 23 من نوفمبر الجاري بسباق الطريق القصير الكيراتيزيوم. واستهل السباق عند الساعة 9 صباحا، وكانت نقطة البدء والختام في ساحة الفاتح من سبتمبر بطول 34.4 كيلومتر و2.15 كيلومتر للدورة الواحدة. وفازت في سباق فئة السيدات للكبار الجنوب إفريقية سانيت بالمركز الأول، تالتها الإثيوبية تجابرو، وفي المرتبة الثالثة أتت الجنوب إفريقية مايوركا. وفي فئة ما دون 23 عاما حازت على المركز الأول الإثيوبية إيدن بكالي، وفي المركز الثاني أيضا الإثيوبية زيناب فوتوم، والإريترية ديانا داويت جاءت في المركز الثالث. وفي فئة الرجال للكبار حقق المركز الأول بجدارة الدراج الإريتري سيراك سيوم، تالاه الإريتري الآخر هينوك مولو برهان، وحاز المركز الثالث الرواندي سامييل ميكوشا. وفي فئة الرجال ما دون 23 عاما نال في المركز الأول الإريتري هينوك مولو برهان. هذا وسوف يجري سباق مرحلة الختام لبطولة كأس إفريقيا للدراجات الهوائية يوم غد الأحد في أهم شوارع العاصمة الإريترية أسمرة. وننوه بأن هذا السباق سوف يبث عبر الفضائية الإريترية على الهواء مباشرة. تجري أعمال صيانة مرفقة بالآليات الثقيلة للطريق الترابي البالغ طوله 32 كيلومترا و10 أمتار يربط بين زعدة كريستيان بمديرية بريخ وعد النأمن بمديرية لوغو عنسبة. وأوضح المشرف على العمل المهندس تخلآب جبريسوس لإيرينا إن الطريق الذي يربط بين مناطق زعدة كريستيان وعد قنتي وعد ياقوب وهزجا وعد بيدل وغوداغودي وعد نأمن سيسهم بعد اختتامه بدور كبير في تطور الاقتصاد الاجتماعي للسكان. وأشار المدير التنفيذي للعمل السيد سيراك جبر ميكائيل إلى مشاركة 17 من الآليات الثقيلة تقوم بمختلف المهام لتنفيذ العمل بفعالية، مشيدا بمشاركة الشباب المهنيين المشاركين في العمل. وشكر مديرا مديريتي بريخ السيد تسفوف السهاتيون ولوغو عنسبة السيد أبراهام حاغوس إسهامات الشعب في تشجيع المشاركين في أعمال الصيانة، مناشدين المناطق التي يمر عبرها الطريق لمتابعته بعد اختتامه. وقال سكان الوكالة الأنباء الإريترية إن مشاكلهم قد انتفت، شاكرين في ذات الوقت الحكومة لمنح الطريق الاهتمام الأكبر، مؤكدين جاهزيتهم للمتابعة المستمرة من أجل سيرورة ذلك الطريق. وعبر الشباب المهنيون الناشطين في المشروع عن فخرهم لمشاركتهم في العمل، مشيدين للفرص المتاحة لهم من أجل تطبيق ما نالوه من المعرفة الأكاديمية على أرض الواقع. صرح أصحاب البساتين النموذجيين في مديرية مندفرة بأنهم يسعون جاهدين لتنمية منتجاتهم متلقين الدعم من الخبراء الزراعيين. وأوضحوا بأنهم تلقوا هذا العام دورة تأهيلية لتعزيز معارفهم في عملية التسميد التقليدي، بالإضافة إلى تقديم 130 كنتالا من بذور البطاطا المحسنة بأسعار معقولة. وأشاروا إلى أن بذور البطاطا التي تتميز بقدرة التحمل من الأمراض بلغت إلى مستوى جيد، ويتوقع إنتاج 10 كنتال من الكنتال الواحد، مشيدين بالمتابعة العالية التي يقومون بها الخبراء الزراعيين. وأوضح خبير الفواكه والخضر في مكتب الزراعة بالمديرية سيد كبر آب جرماي بأنهم يسعون جاهدين لتحويل أكثر من 700 مزارع ينشطون في مديرية مندفرة للزراعة الحديثة، داعيا المزارعين لبذل جهود حسيسة.
صرح الاتحاد الوطني للمرأة فرع الإقليم الأوسط في الاجتماع التقييمي الذي نظمه في 21 و22 من نوفمبر الجاري في العاصمة أسمرة بأنه يعمل على تعزيز تأطيره. وقدمت في الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس المركزي ومسؤولات الفرع في المديريات وغيرهم قدمت تقارير حول الأنشطة والبرامج التي نفذت في المديريات والمكتب المركزي وقد تم التباحث فيها بعمق. وفي الختام توصل المشاركون إلى تفاهم للدفع بقوة للدورات المهنية المقدمة للعضوات واستمرارية التوعيات الجارية بالتنسيق مع الشركاء ضد العادات الضارة وضمان مواصلة الجوائز التشجيعية المقدمة للمتفوقات لما تحققه من نتائج عالية. واختتم التقييم الذي استمر اليومين بوضع برامج عمل لعام 2019. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، أسفر هجوم انتحاري استهدف مهرجانا وسوقا مزدحما في باكستان الجمعة عن مقتل 25 شخصا على الأقل بعد دقائق من هجوم استهدف القنصلية الصينية في كراتشي قتل فيه 5 أشخاص. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي قوله إن انتحاريا كان يقود دراجة نارية اقتحم حشدا من الناس يشاركون في مهرجان والسوق يجذبان أناس من شتى الانتماءات الدينية في منطقة أوراكاز شمال غربي البلاد قبل أن يفجر نفسه هناك. وقبل دقائق من هجوم أوراكاز اقتحم 3 مسلحون مقر القنصلية الصينية في مدينة كراتشي جنوب البلاد، لكن قوات الأمن تصدت لهم مما أدى إلى اندلاع معركة بأسلحة نارية. وذكرت وكالة أسوشيتد بريس نقلا عن الشرطة الباكستانية أن المهاجمين ال3 قتلوا إضافة إلى رجلي شرطة. وأدان رئيس الوزراء عمران خان الهجوم ووصفه بأنه جزء من مؤامرة ضد باكستان والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي الصيني، متعهدا بأن مثل هذه الحوادث لن تتمكن أبدا من تقويض العلاقات مع الصين. هذا وفي الجار أفغانستان قال مسؤولون في إقليم خوست إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون في انفجار وقع يوم الجمعة في مسجد بالإقليم. اتفق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال اجتماعه مع رئيس كوبا ميغيل دياس كانيل على تعزيز العلاقات السياسية الثنائية، وذلك في مستهل أول زيارة رسمية يقوم بها زعيم إسباني لكوبا منذ 30 عاما. ووقع الزعيمان اتفاقا ينص على عقد اجتماعات سنوية على مستوى عال للحوار السياسي بين البلدين يتناول مجموعة واسعة من الموضوعات. وتشهد العلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبي تحسنا متزايدا منذ استئنافها رسميا عام 2016 بعد جمود دام 20 عاما، وذلك في وقت شهد أيضا تحسنا في العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة. وحتى قبل أن تطأ قدم هافانا واجه سانشيز هجوما عنيفا من بعض المعارضين، وزار عددا من زعماء العالم كوبا في السنوات الأخيرة التي شهدت سعيا من جانبها لتحسين العلاقات مع الغرب، لكن هذه أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء إسباني منذ عام 1986. وإسبانيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لمستعمرتها السابقة كوبا، وتربطها بها علاقات ثقافية قوية. تعهد كيم جونغ يانغ الرئيس الكوري الجنوبي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول بتعزيز مستوى القوة الأمنية في المناطق التي تعاني من ضعف أمني، ومساعدة كل الدول الأعضاء في الانتربول على محاربة أنواع الجرائم الجديدة. وقال كيم إن بين 194 دولة الأعضاء في الانتربول تتمتع بعض الدول بقوة شرطية ممتازة، وأن كل دولة عضو في الانتربول يجب أن تحظى بقوة شرطية متماثلة للتعاون والتنسيق مع بعضها البعض من أجل عالم أكثر أمنا. وحث كيم كل دول الانتربول على الانضمام للقوات والسعي لإيجاد سبل للتعاون العملي لمواجهة تهديدات الأمن الدولي. يذكر أن الجمعية العامة للانتربول انتخبت كيم البالغ 57 عاما رئيسا جديدا للمنظمة بعد أن تم التصويت يوم الأربعاء الماضي.
غطت عاصفة ترابية عملاقة المناطق في جنوب شرق أستراليا، وتحولت السماء إلى اللون البرتقالي، ما أثار المخاوف من ارتفاع معدلات التلوث وتضرر جودة الهواء. وأصدرت السلطات إنذارا بحالة تأهب صحي عامة في مدينة سيدني مع بداية وصول عاصفة الغبار الذي يبلغ نطاقها 500 كيلومتر. وحجبت العاصفة الرؤية في مناطق أخرى في نيو ساوث ويلز. وقالت السلطات إن العاصفة كانت مدفوعة برياح قوية تحملت بالغبار بعد مرورها على التربة الجافة. وحث المسؤولون الصحيون السكان على البقاء في منازلهم، لا سيما الأطفال وكبار السن والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي. وتسببت العواصف الترابية في هذا الوقت لإصابة المئات بمشكلات في التنفس، وأوقفت حركة الطيران وأجبرت الطائرات على الهبوط. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.